السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة. معايا برطمان فاضي، شلت اللزقة اللي عليه وهبتدي اعيد تدويره واستخدمه استخدامات تانية، بدل ما هو يا اما هيترمي يا اما هيتحط فيه توابل في المطبخ. ده فوم جليتر بيلزق، يعني فيه لزق، فيه لزق منه فيه يعني. ممكن تجيبيه قماش، ممكن خيش، ممكن فوم من العادي اللي ما بيلزقش، اي حاجة يعني. برضو بنستخدم المتوفر عندنا وبنستعمل الحاجات اللي في بيتنا. هبتدي الزق حوالين المساحة دي بس، اللي هو مكان اللزقة بتاعت البرطمان اصلا، المنتج اللي بيتباع فيه يعني. انا بس حابة ان انا يعني اغير الشكل مش اكتر يعني. هو حاجة بسيطة وسهلة وممكن تعمليها، تغير استخدام الحاجة اللي عندك. يعني انت دلوقتي عايزة تغيري استخدام البرطمان ده، هتغيريه لحاجة تانية خالص. المهم انا حطيت الفوم عليه كده، لزقته كويس، وورقة تانية، قطعة فوم تانية هلزقها على الغطا برضو عشان نداري ملامح الحاجة اللي احنا بنعملها او المنتج الاصلي بتاع البرطمان. هبتدي لزقت الفوم، وهحاول الزق من الجناب ورقة فوم برضو مستطيلة بمقاس دايرة الغطا. بس عايزة اقول لكم ان انا بعد ما حطيت الشمع اكتشفت ان الشمع مش هيلزق فيها، فهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. كده انا بحط الشمع عليه، على الغطا نفسه. هو كان ممكن ان انا احط كرتونة وارجع احط عليها فوم، شغلانة يعني، بس انا خلاص غيرت الشكل وغيرت الطريقة يعني. بصوا، بحاول الزق الشمع في الغطا، ما كانش عايز يلزق، فبكده نستنتج انه ما ينفعش ان يتعمل بالشمع. شلته تاني وشلت اللزقة، ما ينفعش بالشمع يعني، خلاص. شلت تاني وابتديت استخدم اللزقة الاساسية بتاعت الفوم عادي جدا يعني. هثبتها عليها كويس. يلا حبيبتي، اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني باشتراكه. ولو عجبك الفيديو يا ريت يا ريت يا ريت اللايك والكومنت الظريف علشان تدعموني واستمر بيكم وافرح بيكم. هبتدي الزق، قصدي اقص الزيادة. هي مش صعبة، بس عشان انا فكيت اللزق فهي صعبة. خلاص انا هشيلها خالص واقصها كويس واظبطها. كده انا قصيتها ولزقتها كويس عليها. هنبتدي التزيين بقى. شوفي التزيين زي ما تحبي. عندك كلفة برضو بسيطة خالص رفناها كده هتبقى حلوة، عندك قطعة جبير صغنونة خالص هتبقى حلوة، عندك استراس هيبقى حلو، عندك الخرز اللي هو النص لولي ده جميل جدا برضو، هيبقى شكلها حلو وشكلها قيم وظريفة يعني. هبتدي ألزق عليها كلها الاستراس على الطرف اللي فوق. عايزه اقول لكم الموضوع كله فعلا ما كملش نص ساعه او ساعه بالكتير وانا بعمله، ما خدتش وقت خالص. حاجه سهله وبسيطه وبعملها في بيتي، بغير بيها الاشكال للاستخدامات اللي عندي. واستنوني في حلقات كتير في حاجات زي كده، هتبقى جميله جدا وشكلها واستخدامها كتير وجميل قوي. خلاص كده انا خلصت الخرز. ما حبيتش احط تحت كمان علشان ما يبقاش في مكان اللي انا همسك منه البرطمان او همسك منه العلبة، علشان مثلا لو ولا يعني لو طفل مسكها، لو طفل صغير، اي حد ممكن يمسكها مثلا بطريقة انها ممكن تفك الخرز. طب وليه؟ نخلي الخرز مثلا في الجزء العلوي، استخدامه بعيد عن الايد، وتحت هتشوفي هعمل ايه.
كده ابتديت الزق الاستراس ده. الاستراس ده جميل جدا وبحبه جدا ورخيص وشكله قايم جدا، يعني بيخلي شكل الحاجة كده مديها قيمة وبتلمع كده. هقص الزيادة بعد ما لزقت على الغطا من فوق، وهلزق على الجزء السفلي اللي تحت. خلاص كده انا لزقت وداريت مكان اللزق تقفيل الفوم برضو، عملت له شكل وخليته شكله حلو زي ما انتم شايفين. شكلها جميل جدا. الورد ده بيجي من محلات مستلزمات الخياطة، رخيص جدا على فكرة، وشكله شيك جدا جدا جدا، والوانه جميلة جدا يعني. حبيت احط اللون الاصفر على الاصفر فوق. الالوان دي حسب ذوقك وحسب راحتك وحسب ديكور بيتك. هبتدي الزق الورد الصغنن ده. يا رب القناة تعجبكم، ويا رب افكاري تعجبكم، ويا رب دايما ابقى تتم فرحتي بيكم ونبقى افضل دايما مع بعض على طول. هلزق كده الورد كويس. انا حطيت 4 بس صغننين، مجرد يزينوا الشكل من فوق بس. هنشوف بقى هنستخدمها في ايه. حاجة جميلة جدا وهتفرح الاطفال الصغيرين جدا. الكاندي عموما، يعني اي كاندي ممكن تقدميها على ترابيزة الانتريه كده للضيوف، بدل البونبونيرة بمعنى اصح. يعني شكل جديد للبونبونيرة، محدش يعرف ان ده برطمان قديم، محدش يتخيل ان استخدامه هيبقى لذيذ وظريف كده. يا رب الفكرة تعجبكم، يا رب تشرفوني في القناة، واللايك الجميل والشير، واتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.